اول لقاء توظيفي لمجموعه طلعت مصطفى، وده جاي من المسؤوليه المجتمعيه، ان عملائنا هم شركائنا في إنشاء المشاريع وأيضا في إدارة المشاريع. تقريبا المتقدمين لحد دلوقتي وصلوا إلى 2500 مرشح. نرجو إن احنا نقدر نعين أكبر عدد ممكن. مجموعة طلعت مصطفى هو أول مطور يقدم هذه الخدمة للسكان، بان احنا بنعمل ملتقى توظيف للسكان وأبناء السكان. طلعت مصطفى مش مطور عقاري تيبيكال زي ما بيقولوا ان هو بيبيع يونتس بس، لا هو بيبيع فكره ان كوميونتي توجذر، ازاي ممكن نعمل اكتيفيتيز لبناء الكوميونتي دي. يعني انا شخصيا ما سمعتش عن هذه العنايه اللي موجوده بدور مجتمعي من بنقول عليها شركه للاستثمار العقاري، هو حقيقه اصبحت الاستثمار البشري كمان. عامة فكرة كويسة قوي، لذيذة، عشان دلوقتي الموضوع صعب شوية في التقديم وكده، فهو بيقيز قوي فكرة الفيكنسيز او يعني الاوبورتونيتيز في الجوب اوفرز. تنظيم يوم بصراحة يعني حاجة جميلة جدا، منظمة، مكان جميل طبعا، الناس موجودة، التيم سبورتيف جدا، بيساعد اي حد محتاج اي سؤال بيجاوب عليه وبيسألك وبيفيده يعني. طبعا يوم جميل جدا ان هم عملوا حاجة زي كده حلوة جدا، بتتيح فرصة للشباب اصلا ان هم يشتغلوا ويدوروا على وظائف شغل احسن بكتير. عايزة اشوف الاكسبيرينس هنا، واكيد هتبقى اكسبيرينس حلوة بالنسبة لي، خصوصا ان انا فريش جرادويت. يعني تي ام جي من اكبر شركات الريل استيت اللي موجوده في مصر، فده دافع لوحده يخليني ان انا اروح اقدم في شركه زي تي ام جي.